السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. وأسفة على التأخير، بس والله لين مرات برد كثير، وبعدين المدارس نوصل بنتي وارجعها، كثير أشياء، مثل مرات تأخرنا عليكم، بس أساسا برد، يعني تصير الدنيا باردة وشوية صعب. وأيضا كنت شوية بعافية، بس الحمد لله نحمد الله ونشكره على كل شيء. وثانيا أشكركم على السؤال، تسألون على الحريق. يعني إذا جاء على فلوريدا، إحنا ما أجى على فلوريدا، هو أساسا الحريق محصور بولاية كاليفورنيا، وكاليفورنيا بيننا وبينهم كم ولاية، فبعيد علينا. أنا أشكركم على السؤال، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نرجع اليوم على نبات عمة القاضي أو كرس الحمات أو الكرة الذهبية. الكرة الذهبية ليش؟ من يصير هذا اللون، هي خضرة ويصير هذا الشعيرات مالتها أو الحسك أو الدبابيس مالتها، فتصير لونها أصفر، فتكون كأنه كرة ذهبية مثل هذه. شوفوها أيضا عندي مجموعة الحمد لله أكثر من نوع. هاي مجموعة هنا تختلف عندي. اللي خلف البيت هو نبات خارجي، إن شاء الله أشوف لكم اللي ورا البيت من وحدة إيش قد صارت عندي كمية. عندي هذه 6 أنواع، والسابع هو خلف البيت، وشوف لكم إياه إن شاء الله. نبات خارجي يحتاج إلى الشمس المباشرة، السقي تقريبا من 10 أيام فما فوق، وبالصيف من أسبوع أو 10 أيام فما فوق، لأن إحنا عندنا أساسا إحنا المطر مالتنا بالصيف. فشوف من التربة تكون، هسه شوفوا التربة كيف هي جافة أساسا. من الصباريات اللي تحتفظ بالماء تحتاج شمس مباشرة. التربة مالتها عبارة عن تصير بتموس للنباتات الخارجية، أو برلايت، قليل من البرلايت والرمل، أو الحجر الناعم أو الحصى، لأن هي تحب التربة اللي تكون سهلة التصريف، لأن إذا ظلت التربة دائما رطبة، فهي بمرور الوقت تتعفن وتخيس، يعني تخسروها النبتة. دائما تكون المفروض التربة ناشفة، وأسقيها كمية مناسبة من الماء. وبالأساس المفروض تكون السندانة مثقبة من الأسفل، ثقوب كثير حتى تصرف المي. زين خليني أشوف لكم هاي وحدة مالتهم، شوفوا ما زالت التربة مالتها ناشفة، شوفوا الثقوب مالتها، تكون ثقوب بها هواية حتى تصرف المي الزايد، ما يظل المي، بس مجرد تترطب التربة مالتها وخلاص. ما أحطها يعني بسندانة ما مثقبة، لين بمرور الوقت هي تعفن. عندي وحدة من عندهم هي اللي هي خلف البيت، وقلت لكم عليها استشوف لكم إياها. صادف صيف ومطر عندنا كثير، وكانت بسندانة يعني مثقبة، بس ما مثقبة يعني كثير، ثقوب صغيرة. فصار مطر تقريبا 3 أو 4 أيام مستمر المطر، وظلت التربة مالتها، وأنا بسبب المطر ما قدرت أطلع عليها، وحتى مثلا على باقي النباتات أقدر يعني أتصرف معهم بشيء. فهي بمرور الوقت النبتة الأم ماتت، بس هي مطلعة حولها مجموعة كبيرة من الخلفات. ومن شفت النبتة الأم ماتت، طلعت هاي الخلفات وغرستهم بغير سنادين. سندانة كانت عندي تصير مال البذر، يعني نزرع بيها بذور وبعدها ننقلها، فوزعتهم بهذه السندانة، وما شاء الله أمورهم كلها طيبة، وبعدها نقلتهم إلى سنادين. هسه هن النبتات اللي الصغيرة سبحان الله كل وحدة قامت تطلع 3 و4 و5 نبتات جديدة. هسه هذه مثل طلعت هذا النوع، طلعت هي النبتة الأم هذه طلعت 2، أنا ممكن أفصلهم وازرعهم بغير سندانة، لأن هي شكل الأم شوف صاير لونها شاحب. أنا ممكن حتى إذا لا ماتت سبحان الله، أنا ماخذة النبتات الأصلي البيبي يعني مالتها، النبتات الصغيرة أزرعهم بغير سندانة. في حالة النبتة الأم ماتت، أنا عندي غيرها يعوضها عن النبتة الأم. مجموعة كبيرة صارت عندي من هاي النبتة، تقريبا يعني مو أقل من 30 نبتة. أنا يعني بصراحة يعني أشجع الناس اللي هم مبتدئين بالزراعة
اول ما يبدون يعني يهتمون بالنباتات، اول ما يبدون خلي يبدون بالنباتات الصباريه. هاي يعني الاهتمام قليل يصير بيها، ما تحتاج، بس اشوف التربه مالتها ناشفه يابسه اسقيها. مو مثل باقي النباتات تحتاج رعايه كثير. احاول احولها في حاله البرد. لا، هاي نبته يعني هي سبحان الله يعني تتحمل الظروف. عندي مجموعه، هاي المجموعه والمجموعه خلف البيت، خلي اطلع اندار خلف البيت، هذه امام البيت. اشوف لكم المجموعه اللي صارت من وحده، وكانت من اشتريتها بسندانه صغيره جدا. شايفين الكوب مال الشاي او اصغر؟ هي محطوطه بها، لان هي اساسا يعني هنا الصباريات هي يعني على العموم النباتات غاليه، يعني مو رخيصه، بس هذه يعني حجمها بقد حجم الفنجان مال القهوه او مال الكوب مال الشاي، تقريبا $4 وشوي. سبحان الله، من هذه الوحده هي صارت عندي كميه كبيره جدا. خلينا ننتقل خلف البيت واشوف لكم المجموعه هي اللي عندي. هذه هي اللي خلف البيت، هذا النوع السابع. الستة الأولانية اللي شفت لكم إياها أمام البيت، هذا النوع السابع من عندها. وهاي المجموعة كلها من سندانة وحدة اللي قلت لكم كانت صغيرة، كانت بحجم هذه من اشتريتها. طلع شوف ايش قد كم وحدة مطلعة. هذيك كانت أكثر مطلعة اللي هي ماتت الأماية. بعد ما ماتت يعني أخذت قصيتها، سبحان الله ما طلعت، بس الخلفات مالتها اخذتهم وزعتهم بالسندانه. شوفوا هسه مثل هذه وحده طلعت 4، طلعت 5، هذه وحده مطلعه 2، هذه كم وحده مطلعه؟ شوفوا هاي المجموعه سبحان الله، ان الخلفات الصغيره بدات تطلع. طبعا البارحه انا سويت الفيديو، خلي اقول لكم اياها. دخلت كملت الطبخة، كملت الغداء، بعد ما خلصت الغداء بدأت تمطر، فكلهم انسقوا يعني بدون ما اني سقيتهم، وسبحان الله رأسا نزل المطر. فتركت الفيديو، ما اقدر، كانت الارض مبللة رطبة، فخليت الفيديو لحد اليوم، يعني ثاني يوم كملت الفيديو. نبتة سهلة جدا، لها عدة أسماء، ما تحتاج رعاية. التربة عبارة عن خليط يصير من الرمل وقليل من البرلايت والبتموس. ما عندكم رمل ممكن حجر، اللي يقصد به حجر ناعم مثل هذا الحجر الملون، اكو حجر عادي ممكن، او حصو مكسر يعني ممكن تخلطونه مع التربة مالتها، لأن عمة القاضي او كرسي الحماة، كيفكم شو تريد تسموها، بها لها عدة اسامي. تحتاج تربة سهلة التصريف، وايضا السنادين المفروض تكون مثقبة حتى ما يظل المي الزايد بيها وتعفن النبتة. شوفوها، شوفوا هسه هذه كلها يعني كل السنادين هذه مثقبة، حتى هذه مثقوبة من الاسفل. اللي يريد يبدي بداية حلوة ويقول ما عندي معلومات، الأفضل تبدأ بالصبارية. طبعا اكو وحدة خاتلة أنا ما نعم يعني بين السنادين. هاي المجموعة كليتها أنا طلعتهم من نبتة واحدة. اشتروا صبارة واحتفظوا بها، ممكن بعد كم شهر أو فترة بسيطة، بصراحة فترة بسيطة يمكن شهرين أو شيء، بدأت تطلع هاي المجموعة الكبيرة وفصلتهم، وهذه النتيجة الحلوة. الصباريات من النباتات المحبة للشمس المباشرة كم ساعة، يعني نبتة خارجية ما تصلح، يعني بالحقيقة ما تصلح تكون داخلية هي، ولا العصاريات للفترة تضعف وتخسروها النبتة. أنا بصراحة خليت كم وحدة، جربت التجربة بس ما نجحت، تضعف وبصير يعني مر الوقت يا أما تتعب يا أما تصير هزيلة بالنسبة للمجموعة اللي دخلتها داخل البيت. نبتة خارجية تتحمل الظروف الخارجية، سواء رطوبة، شمس، برد،
هي من النباتات اللي مو صعبة، فأنصحكم تقتنوها. اشتروا وحدة أو اثنين، وبمرور الوقت شوف الكمية اللي راح تصير عندكم. هسه مثلا عندي كم وحدة صارت من وحدة. لهنا وصلنا على نهاية الفيديو. ربي يحفظكم، وأشكركم على السؤال. يحفظكم ويحفظ أحبابكم. إن شاء الله أشوفكم فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.